السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب وانا بكلمكم تبقوا في احسن حال واحسن صحة ان شاء الله. النهاردة هنعمل الروتين بتاعنا او الحاجات اللي انا بعملها في اليوم بتاعي. يعني انا مش عارفة كمية الهدوم دي والله بتجيلي منين بصراحة. يعني انا كل يوم اصحى الاقي هدوم. يعني انا مش عارفة ثبت الغسيل ده ما بيخلص بالذات في الشتاء. يعني انا تعبانة. ادي المنظر اهو، اهو المنظر اهو. انا عندي الغسالة في الصالة زي ما انتوا شايفين كده، وده المسحوق الغسيل حطاه والثبت. يعني بقى اللي بيقولوا لي شقتك صغيرة، الحمد لله رضا احسن ما حدش طايل. وحاطه الغسالة طبعا في الصالة اهي عشان ما فيش مكان في المطبخ. انا مش عارفة الاضاءة عاملة كده ليه. انا ماسكة البتاع. الهدوم الشتا طبعا تقيلة، فانا ايه هبتدي احط شوية الوقت شوية هدوم عشان هدومك طبعا تبقى حلوه. وكلكم عارفين بنقط بقى، يعني بعملهم 3 اكوام 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 ولا حلوه. يعني كم مثلا ابيض، كم فواتح، كم غوامق. ده كم الغوامق بقى. انا لسه كنت غاسله الابيض، يعني تقريبا والله يعتبر كل يوم بغسل او كل يومين بالكتير. والهدوم زي ما انتم شايفين خلاص انا هسيب البيت للراجل والعيال وهمشي. انا تعبانه، شوفوا بيعملوا فيا ايه. طبعا مش هعرف احط الهدوم قدامكم عشان بقى طبعا في هدوم خصوصيه وكده، فانا هحط الشويه دول. طبعا الغساله مش هتاخد. انا عندي غساله عاديه، والله لو في صحه انزل اجيبها واخلص. انا ما بحبش يبقى عندي هدوم كأن الطبق اهو، الطبق فاضي اهو. بصوا بغسل ما بيخلصش الغسيل عشان ما اطولش عليكم وانتوا بخلة، ولا انا دم تقيل على قلبكم. بحس ان انتوا ما بتتفرجوش من على الفيديو قد كده. عايزه اقول لكم على حاجه كمان. ان شاء الله ان شاء الله كده انا عندي طاقه ايجابيه، وعندي ان انا ان شاء الله ربنا هيكرمني في القناه، وعشان بتعب وبتقي ربنا وبعمل محتوى كويس. اهي الهدوم اهي. هبتدي دلوقتي ان شاء الله، يعني مش هحبط ولا ايه اسمها ايه. مش هيجيلي احباط يعني. عايزه اتفلسف شويه. مش هيجيلي احباط عني تعبانه وبشتغل، وعندي امل في ربنا كبير ان ربنا هيكرمني، وقناتي دي هتبقى ان شاء الله من اكبر القنوات. ولو في قناه صغيره هساعدها لان القنوات ما بتساعدش حد. فانا طبعا هحط على قد الغساله ما هتاخد عشان ينضفوا. عايزه اقول لكم كل الهدوم دي، وكمان عيالي والله انا وعيالي واخدين ان هدوم الخروج بتاعتنا وعبيالنا على ايدينا. ما عندناش نغسل هدوم خروج في الغساله دي خالص تبوظ. انما دي بس هدوم ايه، البيت كده معظمها. يعني لو كان في حاجه غامقه لجوزي مثلا بتاعه خروج ما بتوسع، بغسل كل حاجه على ايدي انا وعيالي عشان انا رغايه وما اطولش عليكم. هحط على قد ما الغساله هتاخد في دولت. وبعد ما نخلص هوريكم بقى وانا بعمل بقى اكلنا النهارده كمان بطريقه جميله. او الكبده، هعمل معاكم الكبده بطريقه هتريحك قوي في التقطيع وتبقى جميله. يلا نحط الهدوم بقى مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه تاني. كده يا حبايبي شغلت الغساله زي ما انتم شايفين. حطيت على قد ما خدت وسبت لها يعني براح شويه ان هي تعرف الهدوم تتلف فيه عشان ينضفوا. وادي اللي بقى اهو. ونرجع بقى ان شاء الله واحنا بنعمل الاكل. وعرفت اصور لكم مثلا وانا بنشر، هوريكم وانا بنشر عشان تعرفين طبعا هيبقى في الشارع وكده وانا بحرج. يلا يا حبايبي. رجعت لكم كده يا حبايبي واحنا بنعمل الكبده زي ما قلت لكم هنعملها بطريقه حلوه قوي بعد ما نشرت الهدوم زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا ما اتكلمتش عشان انا كنت واقفه في الشارع. ده دهن بقى من عند الجزار لما نكون بنجيب الكبده وعليهم معلقتين سمنه زيت زي ما انت عايزه. بتسيبيه يسلق خالص زي ما انتم شايفين كده. انا ما بقطعهوش عشان بعد ما بخلص بشيله عشان يبقى سهل في الشيل وكده. سيبيها اما تقدح خالص كده سخنه زي ما انت شايفه كده. روح بقى جايبه الكبده بتاعتك. لازم بصوا تبقى سخنه قوي عشان ايه تنشف على طول. سامعين زي ما انتم شايفين كده حطيناها بتديها صدمه اهي. محدش يتريق على الصينيه بتاعت امي الطاسه امي الله يرحمها. بحب اعمل فيها كل حاجه اهي. هي نضيفه كل حاجه ومغسوله، بس الحاجات دي لما حاولت بقى اقعد اطلعها لقيتها بتصر فسبتها بقى.
تديها صدمه كده، عشان لو حطيتيها والماده الدهنيه مش سخنه هتعمل لك ميه ودم بقى وحاجات احنا في غنى عنها. فلازم تاخدي الصدمه الحلوه دي. وهوريكم ازاي احنا دلوقتي هنقطعها من غير ما نمسكها بايدنا خالص. جميله قوي. تقطعيها براحتك بقى، ما تزهقكيش. السكينه بتزهقك، تعرفي تقطعيها براحتك كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. بصوا تنيكي تنشفي فيها لما تاخد اللون الاحمر الجميل ده. طبعا انا وعيالي بنموت بقى ان احنا نغمس بقى من السمنه والحاجات اللي نازله دي. يلا بوظت الدايت خالص. باخد كميه مضادات عاليه قوي. هنوريكم بقى الطريقه دلوقتي اللي انا بقطعها بيها، بس لازم اطفي عليها عشان ياخد راحته في التقطيع. معانا بقى؟ معانا المسكه الحلوه دي اهي. نشيل المعلقه دلوقتي على جنب. المسكه اهي والمقص. محدش يقول لي يع او بع بقى، ديت اهي بتسهل علينا. وده المقص ده اساسا بتاع المطبخ، يعني مش بستعمله في حاجه غير المطبخ. ركزوا معايا. تقطعي بقى كده، بصي حتى الرز تقطعي تخينه تقطعي رفيعه اهي سهله. ليه بقى؟ بنديها الصدمه الاول وهي كده تبقى جمدت، وتعرفي تشكليها زي ما انت عايزه. تعمليها عصافير، تعمليها كبيره. انا بحب اعملها كده بالطول كده اهي. شايفين سهله ازاي معانا؟ ان شاء الله هتعملي بصي حته ادي كده اهو. هتعملي حته كبيره حسب مزاجك. تقطيع ده بقى حسب مزاجك. سهله جدا. مسكت نفسها ازاي لما احنا عملناها؟ تمسك نفسها طبعا. انما لما تكون لسه ما خدناهاش صدمه كده طبعا بتمهمط مننا كده وما بنعرفش نملكها، ولا توسخي ايدك ولا اي حاجه. كان يوم تقطيع الكبده ده مشكله اهي. بصوا اهو. والمقص بتاعنا ده انا عاملاه للمطبخ، الحاجات اللي زي دي. بصوا هخلصها بقى تقطيع كده بالمقص اهو، وماسكه بالبتاعه التانية اهي المساكه اهي. وبعدين نرجع اوريكم بقى هعمل فيها ايه تاني. هتاكلي احلى كبده اهي. شايفين المنظر؟ التقطيعه دي ترجع لك انتي بقى كده. لما احنا قطعناها شايفين بقى السهوله اللي احنا فيها بقى اكبر اهي. تعمليها بقى بالحجم اللي انت عايزاه. حطي بقى التوابل بتاعتنا زي الشطار كده. طبعا الفلفل الاسود اهو. كتري بقى يخرب بيت الفلفل والكمون والشطه. التوابل اللي انت بتحبيها بقى حطيها. هنحط الملح في الاخر خالص. طبعا هتقولي لي فين يا حاجه الفلفل الاخضر؟ هقول لكم مش ناسياه والله، بس هيحطوا في الاخر عشان انا بحب لونه يبقى اخضر كده. اما احمرها قوي كده هروح اعمل عليها الفلفل بقى. طبعا بقى مش هننسى الفلفل الاخضر اللي بيديها طعم. انا ما بحبش احطها عليها الا كده بس. توابل والفلفل بقى جهنم. عايزه بقى عيالي كلوا الولع ده. كتري في الفلفل، كتري في اللي نطلبه اهو. ادي قرنين اهو عشان تبقى حراقه ميبقاش لها طعم. شايفين يا حبايبي الجمال اهي. احنا بقى بنحب الفلفل يبقى باين اخضر جميل كده اهو. ما تقوليش دي محروقه، لا دي احنا بنغمس منها. الطاسه دي بتتنقع بتبقى زي القشطه. وده هيتشال طبعا لما نيجي ناكل. هنا ناكلها في الصينيه كده. هنقمر العيش ونجيب شويه المخلل ورضا. نسيت اقول لكم بقى بنحط عليها شويه الملح كده اهو اهو. بس كده اهو. يلا تعالوا كلوا معانا. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك اللي مش مشترك. ويا رب روتين النهارده يكون عاجبكم. سلام عليكم ورحمه